مشهد كوميدي تاريخي بس يقطع القلب. الأم مصرية دخلت بيتها واتفاجئت بالمصيبة اللي عملوها أولادها. الأولاد ربنا يهديهم قرروا يفتحوا ملاهي مائية في قلب الصالون، ماسكين الخرطوم وهاتك يا رش في كل حتة. الكنب شرب لما استكفى والسجادة غرق، والمنظر بقى حمام سباحة رسمي في نص البيت. المشكلة مش بس في العفش، المصيبة مش بس في العفش، المصيبة في التلفزيون والأجهزة الكهربائية اللي أكيد مالها نصيب من الاستحمام ده وزمانها ودعت. الأم كانت واقفة مش عارفة تضحك من المنظر ولا تصوت من الخسارة. الصالون اللي كان بيلمع بقى محتاج غواصين مش عمال نظافة. ده اللي بنسميه شقى العمر اللي غرق في شبر مية. بجد الله يكون في عون الأم دي، والأولاد دول محتاجين إعادة تأهيل بعيد عن أي خرطوم في المنطقة. فيا ترى لو دخلتوا ولقيتوا المنظر ده في بيتكم هيكون رد فعلكم ايه؟ تصويت ولا غميضة؟